نبيلة قبل الفاصل آه، تحدثنا على أنه باش تحكي لنا على تجربتك الثرية والمؤثرة مع الإعلامية القديرة هالة الركبي. فنحب نعرف كل الجوانب، يعني كل الجوانب المهنية، ما في صحيح. الشك اللي انت تعلمتها وكل. وبطبيعة الحال نحن ديما يهمنا أنه نستذكر الطرائف اللي معناها مروا في هاك المدة اللي انت اشتغلت فيها مع السيدة هالة الركبي. تجربة مهمة مع هلال الركبي على خاطر اسم كبير في الإعلام الحقيقة. ووقت أنا مازلت نقرأ في بالك مازلت كملتش قراءتي معناها. وهلال الركبي يقولوا الكل يقولوا لي وقتها صعيبة برشا. هي وقتها كنت تلوج على صحفيين، كنت أنا وسامي بن نور. دونك ديما يقولوا كيفاش تتعامل معاها صعيبة وما تحبش البنات. الحقيقة أنا ما عنديش مشكلة، ما كانتش عندي مشكلة معها. كنت حريصة على كل ما هو مونتاج تورناج، قاسمة أنا وسامي نهارتي أنا نخرج تورناج ويكون في المونتاج. الحاجة الباهية أنه تختار ليكيب متاعها، تختار معناها بالكعبة ليكيب تكون قارة انجاجمون على امتداد سيزون، شبكة كاملة، كل شيء بالتابلوات. أنك تدخل بيرو هلال الركبي وراها تلقى تابلوات مثل التورناج، المونتاج، المواضيع، الضيوف بالذات على امتداد أشهر. الحاجة اللي الحقيقة ما ريتهاش عند مناشطين آخرين، خاطر توا كل يوم ويومه. باكونتخ هلال الركبي منظمة ياسر، دقيقة في الخدمة متاعها. ما نساوش زادة معناها الإمكانيات متوفرة، لأن وقتها كانت لا ام بي موجودة وكانت نهوض بالإنتاج السمعي والبصري. على بعض في دو في تخو ترأف برشا، ترأف على خاطر ترأف سيغتو مع ليكيب، يخافوا منها ليكيب، يخافوا الولاد معناها. كنا نخافوا منها، ما هو مش خوف قدر ما هو قدر احترام. اي على خاطر هذه خدمة مش لعبة، وبي انك تفهم اللي انت مش قاعد تلعب، راهي خدمة 9 دقيقة تولي مشكل. دونك كان عندنا اسيستون للتورناج واسيستون للمونتاج، نحييه لطفي بن يحيى، كان هو اللي لهي بحكاية التورناج. فالاولاد يبداو يدكوا عليه خاطر هو المسؤول قدامها. اذا ما خرجتش ليكيب في وقتها المشكلة في هو مسكين. ديما عاملين فيه لطفي بن يحيى والله بالحق. منهم مرة على حكاية القمرة بلين لون، يزمنا نصوروا القمرة كاملة، هارتها بالزهار الدنيا مسحبة، نمشي نجيبوها القمرة كاملة. عدا كاميرامين يقولوا يا ولدي وسع بالك أتون نصوروا لك عرفتها على الأنبوبة المدورة متاع البلدية كيما تراهم في لافونيو تو. قالوا نعرف كيف نصوروا كلها نخرج لك بلين لون معناها قمرة كاملة. ليه مادام قالت بلين لون يبيت غادي باش يلقى بلين لون ويقعد يستنى. فما ضحك متاع اللي تخسر معناها كيفاش باش يخرج من الموقف متاع الريبورتاج متاعك مش حاضر، المونتاج مش حاضر. هنا ربي كانت تلبس طناع معناها. دونك تبدا جاي تك 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 اكيد تك تك هذيك انا لارم معناها الناس كل ما اللي هذا يشد بلاصتو. شو اخر شنو اللي تعلمت وانت في بدايات وانت في المعهدك؟ الانضباط، كيفاش تخطط. أعطتني حتى دروس شخصية مدام هلال الركبي نحييها، مثلا حتى في المعاملات داخل المؤسسة، لأنه وانت صغير ما تراش الجانب متاع كيفاش مش فسرها لك. يعني هي مرات المنافسة تكون شريفة، لكن في بعض الأحيان المنافسة غير شريفة. فما الكوتي الآخر متاع خوتيك الحوت وقليل الجهد يموت، تولي ذريعك عليك معناها يلزمك تفك بلاستك، خاطر كيف تكثر الأمور معناها تولي جدية. وانت قداش من موسم عملت معها 3 سنين. 3 مواسم. 3 سنين. هاي رأي برأي اللي هو ديبا سيريو، شمس الأحد، من بعد صيفية من الصيفيات خدمنا أحكي لي عن بلدي اللي فيها نمشيو المواطنين بالخارج على الباتوات مع السيتين مع شركة المنسية الملاحة صيفية كاملة. ومن بعد رجعت شمس الأحد، بعد في بلاش شمس الأحد وليت أحلى الأجواء. أنا قبل أحلى الأجواء انقطعت، انسحبت مش تقولوا علاش، رغم لي لليوم نحبها برشا ونحييها على خاطر وقتها جاء حكاية الترسيم، جاء قرار الترسيم وقالونا اختاروا تحب ترسم إذاعة ولا تلفزة. فترسمت إذاعة وبالتالي انسحبت من التلفزة وانسحبت من هلال الركبي في الوقت ذاك. علي ضحكت؟ لا والله أنا لأنه أنا
نمن اللي حبك الأول والأخير ديما يبقى للمزدح في الإذاعة، ولو أنه توجهك للتلفزة كان بغاية الاكتشاف، إثراء المسيرة. والله نحبهم الاثنين، أنا الحقيقة نحبهم، يعني نحب الكاميرا كما نحب الميكرو. إما خممت أنه في الإذاعة تنجم وحدك تثبت روحك، في التلفزة كان ما عندكش كيب باهية ومخرج باهي وإمكانيات باهية ما تمشيش لبعيد. معناها خاطر شنو التلفزة صورة، والصورة صناعة، والصناعة تطلب إمكانيات. يعني نتصور زملائي اللي في التلفزة اليوم الكل هما من أكفأ ما فما، ودليل أي واحد يخرج لبرا يتميز يلقى مكان. باغ كونتخ الله غالب في تونس قصنا الإمكانيات، فقلت إذاعة ديما أخف. في الإذاعة تحضر برنامجك وحدك، الأغاني تيلي شارجيهم في التلفزة تلقى الكليب، لازم تشري حقوق البث. خممت هكا الحقيقة وقتها، قلت بون خليني في الإذاعة، ووقتها نحب نخدم تلفزة نخدم تلفزة. على مدار المواسم اللي انت اشتغلتها ما عندكش تحقيقات وريبورتاجات اللي بقاو لك في الذاكرة متاعك؟ يعني يقولوا بقاو في الذاكرة لأنه إما تعبت فيهم أو كان عندهم وقع عند المتفرج أو لقيت الاستحسان من عند فريق الإنتاج. في أياماتها لركبي برشا الحقيقة. معناها كل وقت اللي تمشي الأرياف وتحكي معاهم، المرأة اللي تخدم في الأرض وإلا راجل اللي يلم في الدبابز، ولأنه كانت فما فقرة معاهم هما، فهذوكم ساعة قعدوا في قلبي، على خاطر التونسي البسيط اللي مخليها على ربي، اللي عايش ببساطة وحب يحكي معاك كل يوم ويومه. ورغم ذلك فما جانب القناعة، على خاطر الناس ذوكم يغنيوا معاك، قالوا غني لي ولا اعطيني صوت، ولا في الارياف وقت اللي تبدا اعطيني طرق في الارياف، ولا ما تخممش مرتين المرات تنطلق